إخوان الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف كيكون خدام بواحد الجهد يتعب بزاف وكيبغي يرتاح، كيجي كيرتاح واحد الفترة أو واحد المدة وكيولف هذيك الراحة. ملي كيبغي يعاود تاني يرجع كيف ما كان كيجي صعيب أنه يرجع. هذيك الراحة اللي أنت كتقلب عليها والنجاح ما كيتلاقاوش. يا غترتاح يا تخدم وتعيا ويصيبك التعب باش تنجح. اما باش تبقى ترتاح، الراحه راه ما كايناش. راه الراحه والنجاح ما كيتلاقاوش. راه ما يمكنش تكون مرتاح وغادي تنجح. راه ما يمكنش تكون مرتاح وغادي تحقق هذوك الاهداف ديالك. راه لا يمكن انك تكون مرتاح وتقول راه غادي نوصل. وهذوك اللي كتشوفهم كيخدموا هما مرتاحين، او ربما كيخدم من اللابتوب ديالو، او ربما كيخدم من المكتب ديالو وناجح، راه تا هو كان داز من واحد التعب كبير وداز من واحد بزاف ديال الجولات باش وصل فين كتشوفو انت دابا مرتاح. اما باش من الاول يرتاح ويوصل ما يمكنش. واش كاين شي عالم بدون ان يتعلم؟ ما يمكنش. واش الطبيب غادي يولي طبيب بلا ما يدوز في المراحل ديال الطب؟ ما يمكنش. واش المهندس غيولي مهندس بلا ما يدوز في جميع المراحل اللي غتوصلوا للمهندس؟ وكذلك اللي كينجح في الحياه ديالو او ربما اللي كيولي مليونير راه ما يوصلش، تيدوز بزاف ديال الالام والمعاناه والاحزان. ربما بعض الناس راه كتبكي بقوه هذاك التعب والارهاق الذي يصيب البدن والعقل، راه كيبداو يبكيو. وربما بعض الناس راه ما كينعسوش من الارهاق في الليل، ولكن عندهم واحد الهدف بين عينيهم خاصهم يوصلوا لهذاك الهدف. اما باش تبقى مرتاح، راه كل شيء باغي يرتاح، كل شيء ما كرهش يبقى متكي ومرتاح ويجيو الفلوس، ولكن راه ما يمكنش. خاصك تخدم. الا ما خدمتيش راه ما كاين والو. الا ما ضربتيش تماره ديال بصح راه ما غاديش توصل. اما باش تقول لا راه غنبقى مرتاح ونفيق في الصباح وما قديتش النوض خليني نرتاح، ارتاح واحد شويه، ما توصلش. اي حاجه في الدنيا ما غتوصل ليها تتعب. التعب، الشقاء، خاصك النفس ديالك خاصك توجدها للتعب. العقل ديالك خاصك تقنعه بانه راه سيصيبه الارهاق، قله النوم، التفكير، الهم، الغم، الحزن، الالام، وتبغي كتبغي تنعس وما كتقدرش. هادشي كله خاصك تكون مستعد. اي واحد خاصو يستعد. الا بغيتي توصل، الا انت عندك واحد الهدف كبير، مثلا انت بغيتي تولي مليونير، او مثلا انت الحلم ديالك تشري واحد المنزل كبير، او تشري واحد السياره فاخره، او مثلا دير واحد المشروع تكون ناجح في حياتك، راه اول حاجه خاصك تقنع راسك بها راه هي التعب الشديد والعذاب الاليم اللي غدوزو باش غتوصل. اما راه باش تقول غنوصل وبلاتي راه بشويه خليني نتكا شويه الناس، لا باقي عليا الحال، لا لا ماني اخويا كاع على هاد الصداع كله، خويا خليني عاد نتكا نرتاح، راه غتبقى متكي مرتاح. امر مفروغ منه. اي واحد عنده هاد الفكره ديالو خليني نرتاح، لا بشويه خويا نمشي انا على السهله، لا لا انا بشويه عليه، لا لا نمشي غير من هنا، لا نخدمها في هادي وغنوصل، ما غتوصلش. والله اعلم قد تصل. المستقبل ديالك لا يعلمه الا الله. الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب والرزق ديالك اللي غادي تشد. اما باش تقول ما، ولكن السنن الكونيه انك باش تبقى مرتاح وما دير والو وتبقى بارك وتولي مليونير او تنجح، ما يمكنش. راه بحال شي واحد ما حاط الكتوبه وهو كيشوف فيلم وغيولي عالم، راه مستحيل، ما يمكنش. راه خاصو يقراهم، عينيه يبداو يضروه، ما ينعش الليل كله هو كيقرا. المخترعين، الباحث، راه الليل كله هو كيقرا. راه ما راه كيجي واحد الارهاق شديد، راه حتى واحد ما كيحس بداك الارهاق الا هو عاد كينجح. فلذلك باش ما نطولش عليكم بزاف، باش تقول لا راه غادي نرتاح وغنوصل، ما غتوصلش. اذا النفس ديالك والعقل البدن ديال كله خاصو يكون مستعد للتعب، خاصو يكون مستعد لأقصى درجات التعب والإرهاق، وتوصل بإذن الله. دير الأسباب، أنت دير الأسباب، والله عز وجل غادي يجازيك على التعب ديالك. أما راه ترتاح ما يمكنش. الله يجازيكم بخير. بزاف ديال الناس انا كنعرفهم وكنشوفو كيكون مرتاح وكيقول راه غادي نوصل، ما توصلش. الراحه مع النجاح ما يتلاقاوش. وراه كلشي باغي يرتاح. راه اي واحد
باغي يفيق ويبقى مرتاح حتى يجيو او يجيبهم باردين، ما يمكنش. فلذلك الإخوان والأخوات، إنسان يكون حازم وتكون عنده واحد الهمة ديما يبقى يشجع راسو يحمل ويقول غادي نوصل. كنعرفش انا المستحيل، غنوصل غندير وغادي نوصل. ما نجحتش هذا العام، العام الجاي العام الجاي ما العام اللي مور 15 سنين، المهم غادي ننجح ولن اتوقف والو. انا باغي نعيا وانا باغي التعب وانا باغي الارهاق وانا باغي كاع الالام نحس بهم. المهم غادي نوصل. بحال هكا خاصك تهضر مع راسك، ما تفيق تقول والو خاصني نوصل، ما يمكنش، خاصني نوصل، خاصني ندير. شي انا بغيت نشري هذيك السياره خاصني نشريها، خاصني نخدم بغيت نبقى فايق انا بالليل وبالنهار، انا باغي نعس انا 5 سوايع ولا 6. المهم خاصني نوض وخاصني نكمل على المشوار ديالي وخاصني نوصل. هكا خاصك تهضر مع راسك، اما تقول لا بشويه وغنعس ما غتوصلش، او قد تصل. المهم في غالب الاحوال راك ما غاديش توصل الا بقيتي مرتاح وناعس وبشويه وبزاف عليا ولا ما نقدرش، ما توصلش. خاصك تتعب وتوصل باذن الله، وتكافح وتستمر وتنوض في الصباح وتبقى خدام بالليل وبالنهار، ما ترتاح حتى صافي توصل اقصى درجات التعب، وديك الساعه غادي توصل للهدف ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.